السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فيصل في فيديو جديد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلما ابتغينا العزة في دونه أو في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم حنتكلم عن موضوع أو شيء ما وجد هذا الشيء في أمة أو جماعة من الناس إلا كان بسبب ذاك الشيء ارتفع مقامهم بين الناس وكان لهم قدر. قبل ما نتكلم عن الموضوع أكثر، إذا أنت بتشاهد هذه الفيديوهات أو أنت جديد على القناة وما مشترك في القناة، انزل تحت في زر أحمر اضغط عليه واشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول بأول. وإذا عجبك المحتوى الموجود في هذه الفيديوهات ما تنسى إنك تدعمني باللايك وإنك تنشر الفيديوهات مع أصحابك. وإذا حاب تتواصل معي لأي سبب، اسمي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بنفس الاسم، وهذا هو السناب شات حقي. صور الشاشة وضيفني فيه وخلينا نكون أصدقاء وأقرب لبعض. موضوعنا اليوم بيتكلم عن عزة المسلم. هل إحنا فعلا كمسلمين معتزين بديننا؟ هل إحنا كشباب فعلا مفتخرين بديننا لما نسافر لدول فيها أقلية مسلمة؟ هل نستحي ونخجل من ديننا ونحاول نقلدهم، أم إحنا مفتخرين رافعين راسنا مسلمين؟ بنشر الآن معك فيديوهات لناس بالرغم من إنه ظروفهم الإسلامية ممكن تكون أصعب من ظروفي ومن ظروفك أنت، عايشين في منطقة وغرباء فيها، لكن شوف كيف كانوا هم مفتخرين بدينهم. الفيديو الأول في ألمانيا، شباب مسلمين كانوا يدعوا الناس في ساحة إلى الإسلام. جاء وقت الصلاة وبدأوا يصلوا أمام الناس في الشارع. شوف كيف ردد الناس والأجانب ليهم في الشارع. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. زي ما انتم شايفين في الشارع ناس وقفت عشان تشوف الناس دي بتعمل في أي شيء. ممكن بس منظر زي ده يخلي الواحد يتفكر وراجع أموره ويكون سبب لهدايته. عشان كده للناس اللي بتسأل تقول يا أخي أنا ممكن ما أعرف إنجليزي كويس، ما عندي خبرة في الدعوة، ما عندي خبرة في الكلام، وأنا عايش في منطقة فيها جانب كثير أو فيها ناس غير مسلمين، كيف أدعوهم للإسلام؟ طوالي نجاوب ونقول له طبق الإسلام بكل بساطة. تطبيقك للإسلام هو من أفضل الطرق للدعوة الناس للإسلام. الفيديو الثاني لشباب حتى أنا كان عندي معهم علاقات شخصية، حتى أنا اشتغلت معهم من فترة. الشباب ديل بعضهم ما كانوا مسلمين، لكن لما الله سبحانه وتعالى هداهم وأسلموا اعتزوا بدينهم، وجاتهم قوة إيمان كده سبحان الله. بس في كأس العالم في البرازيل من كم سنة بسبب عزتهم وحبهم للدين قرروا إنهم يسافروا للبرازيل عشان ينشروا الدين ويدعوا الناس للإسلام. في الفيديو جاي تظهر لكم بعض من الأعمال والأكتيفيتيز اللي كانوا يعملوها أثناء كأس العالم ودعوتهم الناس للإسلام. شوف كيف صلوا أمام الناس والناس يتأثروا بالكلام ده وكانوا ينظروا لهم ويتفكروا في الموقف ده. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا. الفيديو جاي لشخص مشهور جدا، لكن أيضا كان مشهور بحبه وعزته بالإسلام، حتى من اسمه تعرفه، محمد علي. شوف كيف كان يتكلم بكل جراءة وعزة عن القرآن وعن الله سبحانه وتعالى في هذه المقابلة التلفزيونية معه. Do you have a bodyguard? Do you have
You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or with sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme. هذه كانت فيديوهات بسيطة لناس ممكن يكون حتى ما عاشوا في الإسلام ربع اللي إحنا عشناه، وناس جدا مشهورين ويعيشوا في بيئات أبدا ما هي إسلامية، فكان يعني من الشيء المتوقع إنهم ينسوا الإسلام أو على الأقل ما يظهروه أمام الناس، لكنهم عملوا عكس ذلك. أما أنا وإنت ممكن نكون مولودين مسلمين وعشنا كل حياتنا كمسلمين وعندنا خلفية إسلامية أكبر منهم، مع ذلك لما نشوف الناس غير المسلمين أو نشوف ناس ما يشبهونا نستحي من ديننا. مثلا ممكن نكون جالسين مع أصحابنا ويأتي وقت الصلاة، الواحد مننا يستحي يقول للناس إن وقت الصلاة جاء وأنا لازم أمشي أصلي، خوفا من الناس إنه يقول مثلا ملتزم أو هو مسلم. دي كانت نهاية الفيديو. لا شك إنه العزة الإسلامية إذا ما كانت موجودة في قلوب شباب هذه الأمة أو الناس بصورة عامة، لا يمكن إن الأمة دي يرجع لها عز من جديد. فإذا كنت أنت مؤمن بالقضية دي ما تنسى إنك تنشر الفيديو ده مع الناس اللي تعرفهم والناس اللي أنت تريد لهم الخير. كان معكم محمد فيصل، أشوفكم في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.